تاني بنلاقي احنا مصادر الحصول على معلومه تختص بمصر القديمه هي اما بالنسبه للكتب السماويه، اثنين المؤرخين اليونان، المؤرخين العرب او الاخباريين العرب، عشان الكلام يبقى محدد ومش يعني اخباريين، النقوش وعلماء المصريات اللي درسوا النقوش الفرعونيه بعد شامبليون مفك الروس حجر رشيد، قوائم مانيتون اللي هي كتب التاريخ المصري واللي كانت موجوده معظمها في مكتبه اسكندريه قبل الحريق الاول لمكتبه اسكندريه، وفقد كثير منها للاسف. وبعد قوائم مانيتون ظلم ان هو اتبص ان مانيتون كان حاطط تواريخ اقدم والمؤرخين اليونان وغيره، والنظريات اللي هي نظريات دراسه الاثار ودراسه اللي تركوا الفراعنه بالاثار والمعابد والنقوش وكده، شافوا ان مانيتون كان بيبالغ ان هو حط فترات كبيره جدا، لكن نظريه الكربون المشع اثبتت ان مانيتون كان هو الاقرب للصواب، كان هو الاقرب للحق، ان تاريخه كان هو الاكثر اعتبارا في كل المصادر اللي موجوده بعد الكتب السماويه طبعا وبعد القران على وجه الخصوص. الاسم القديم لمصر واللي احتفظت بيه طول تاريخها هو ايجيبت، ويعني كان يظن ان اليونان هم اللي سموا مصر بالاسم ده بعد هيرودوت ما جه مصر والفلاسفه اليونانيين والعلماء اليونانيين جم مصر، وان هم اللي سموها ايجيبتوس، لكن اللي اكتشف ان هي كان اسمها ايجيبت منذ القدم، من اول الخلق. هم كان عندهم ملاك للخلق، او اللي هو اللي صور واللي خلق واللي هو بتاع، وكان عامل الكره الارضيه على هيئه كوره، وده اكتشاف المصريين منذ القدم. المصريين اكتشفوا منذ القدم ان الارض كرويه، مش فكره بقى زي اللي كان كل اللاحقين عليهم وكل اللي جم بعد كده اللي كانوا بيبصوا ان الارض يعني مسطحه او مفروشه شايلها طور على قرون والكلام ده. كان المصريين اكتشفوا الحقيقه العلميه ديت منذ القدم وصوروها بتاع هو ماسك الارض بيكورها او بيعملها على هيئه البيضه، وزي القران اثبتها بعد كده وبرضه بعد ذلك الحال. فده كان الاسم القديم لمصر، مش الاسم اللي بيرجع للجيب بتاع او كلمه اللي هي الارض السوداء، وده اللي استمد منه الجنس اللي عاش في مصر كلمه قبط. فقبط هي جنس مش دين، يعني انت دلوقتي بتقول الاقباط بتقصد بيها كل المصريين، مسلمين ومسيحيين، ما بتقصدش بيها المسيحيين بس ان هم دول الاقباط، لان هي مش دين. الاقباط هي جنس بيرجع فيه لكل من يعيش على ارض مصر، فهو قبطي بالجنس بمنشأ واحد هم المسلمين والمسيحيين. حتى العرب اللي جم في الفتح الاسلامي لمصر في اقوال المؤرخين زي كثير وزي غيره كتير قالوا ان هم لم يبقى منهم باقيه، وان هم هلكوا ما فيش اصول موجوده في مصر غير دايما غير هم الجنس، يعني 90% تقريبا من الجنس المصري، او مش 90%، ممكن نسبه اقل شويه، هم من يعني هم نفس الجنس على مر العصور، لم يتغير. اللي يروح الكرنك او كده يلاقي التمثال بتاع رمسيس هو نفس شكله شكل الراجل الصعيدي اللي قاعد تحت التمثال، هم نفس المواصفات الجسمانيه، نفس المواصفات يعني في علوم الاجناس اثبت ان المصريين ما تغيرش التركيب الجنسي ليهم طول الوقت اللي فات. كمان النيل هو اسم مصري قديم، برضه مش نيلوس اللي هو الاسم اليوناني اللي اطلق على النهر اللي بيشق ارض مصر، لا، النيل اللي هو كان اسم مصري بيرمز بيه لنهر النوبه بالسبع افرع بتوعه اللي بيتفرعوا بعد النيل. كان ليه 7 افرع مش فرعين اللي هم 28 بس، دلوقتي كان ليه 7 افرع موجودين في كده. نعرف او احنا نتكلم عن تاريخ مصر القديمه او ان احنا نعرفه او كده. اولا زي ما قلنا مش تعصب خالص، يعني مصر دوله تتحب، مصر دوله تتحب حتى لو ما كنتش مصري، حتى لو ما زرتهاش، لان اللي مهتم بتاريخ دراسه الانسانيه لازم يبدا من عند مصر، لازم يبدا من اول اليوبس، لازم يبدا من طيبه، لازم
لازم يبدا من منف. هي بدايه كل ما يعني كل ما تاسس على اساسه، هي البدايه والارتكاز لكل ما اقيم عليه في الاستخلاف في الارض للبني ادم. فواحد لازم يعرف للي كان طبعا واللي عايز يعرف. والمفروض ان احنا المفروض انها تبقى رغبه، بس يعني نبص بقى على الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. سواء كنت انت مصري او مش مصري، فمصر بالنسبه لك هي قيمه. كانسان مصر بالنسبه لك قيمه، عشان في نظرتك لتاريخ الانسان على الارض هي مصر حجر الاساس اللي ارتكزت عليه الحضاره الانسانيه طول الوقت. وغير كده ان احنا كمصريين دلوقتي بقينا يعني بنظلم بالوضع اللي احنا اللي موجودين فيه دلوقتي. واحنا بقينا يعني انت عشان تعرف شكل معين للبلد او شكل البلد تكون حقيقيه. مصر حلوه جدا فعلا. لكن ممكن لو انا بقول الكلام ده يجي حد يقول لي مصر، بص انت بص حواليك مصر ايه اللي حلوه، بص احنا مرايه مصر، احنا اللي علينا الخدوش، واحنا اللي مكسرين، واحنا اللي علينا تراب، فاحنا الصوره طالعه وحشه عشان طالعه بتنعكس علينا احنا. لكن احنا قطاع عرضي في تاريخ طويل جدا الاف السنين. المفروض ان احنا نغير القيمه، المفروض ان احنا نغير الصوره اللي موجوده دي. يعني ده ميراث وتركه غاليه جدا. يعني ربنا اورثنا في القران لناس ضعيفه وذكر ان هي اورثت، فهي ميراث، وده حقنا فيها. فاحنا يعني اول خطوه في تغيير الوضع القائم، الوضع الراهن اللي بقى فيه دعاوي سخيفه اللي بتتكلم على التنازل عن الجنسيه المصريه او شتيمه عمال على بطال من غير مناسبه في البلد، واستخفاف بحقها واستخفاف بتاريخها. يعني اول حاجه في النهضه ان انت تعرف تاسس البلد دي، وان انت زي ما قلنا ما حدش يقدر يخلي حد يحب وطنه، لكن لان حب الوطن ده شيء متجزأ عند اي بني ادم سوي. لكن لما تعرفه اكتر يعني هتحبه اكتر، هتحس بقيمته اكتر. ربنا في القران بيتكلم ان هو فضل المهاجرين درجه، فضل المهاجرين، وبيتكلم عن المهاجرين والانصار، فضل المهاجرين درجه. ليه؟ لانهم هاجروا. فتنازلك عن وطنك وهجرتك دي ده يعني قربان عظيم لله عز وجل، وعباده كبيره جدا. ربنا بيتكلم ان هو فضلهم درجه بالهجره. فحب الاوطان بالنسبه لاي بني ادم هو سنه، ولازم كل بني ادم يكون بيحب وطنه وانه يتنازل ويهاجر في سبيل الله. فهو ده كده قدم قربان وقدم عباده، وربنا هيثيبه عليها. فاذا كان حب الاوطان سنه، حب مصر فرض. حب مصر فرض لان مصر هي الدوله اللي ذكرت في القران الكريم 5 مرات على سبيل بالاسم. ده شيء ما ذكرش، ذكرت اكثر من يعني مرات كثيره جدا على بكلمه الارض. ذكرت سينا يعني سينا هي المكان اللي ربنا كلم فيه بشر للمره الاولى والاخيره في التاريخ. سينا وجبل الطور هو المكان اللي ربنا كلم فيه بشر للمره الاولى والمره الاخيره في التاريخ، ما اتكررتش. فده مكان لازم يتحب، يعني زي ما يتحبش، ده فرض انت تحب مكان انت تعلم ان ربنا قدسه، وانت تعلم ان ربنا فضله، وانت تعلم ان المكان ده ليه قيمه دينيه بذكره في القران اكثر من مره، وبالتاكيد على ان الارض دي ارض مقدسه. وبالتاريخ حتى عند اثار اللي هم القدماء المصريين كانوا بينظروا لمصر ان هي ارض مقدسه، ما هيش وطن عادي، ما هيش ارض عاديه. حتى لما تبص لكل الحضارات اللاحقه بتبص لمصر ان هي الارتكاز في الحصول على الامبراطوريه. يعني نابليون اول ما يعني اتاكد من سلطانه في فرنسا، اول حاجه عملها بعد كده عشان يبقى نابليون انه جه مصر وجاب جنوده وقفوا تحت الهرم الاكبر وقال لهم قفوا باحترام فان 40 قرنا من الزمان تنظر اليكم. يقصد الاهرامات ويقصد عظمه الحضاره المصريه. وبقى نابليون بونابرت بعد ما جه مصر. سليم الاول بقى خليفه المسلمين بعد ما جه مصر. الانجليز كانت مصر بالنسبه لهم هي المستعمره الاهم، وهي خط المواصلات بالنسبه للحضاره الانجليزيه، وكانت مهمه جدا طول الوقت. مصر مهمه جدا بالنسبه للعالم كله. فيعني ما ينفعش يبقى العالم كله عارف قيمه مصر، العالم كله بيدرس المصريات في معاهد وبيحترم الحضاره المصريه وشايفين انها معجزه. واحنا بنبص لها نظره الاستخفافيه او النظره السخيفه، مش كلنا طبعا، بس يعني بقت من الدعاوي السخيفه اللي موجوده. انت بتبص لمصر يعني بتنزع الانسان المصريه، نحصل على الجنسيه، مش عارف ايه، ده هنروح نتقرب لله عز وجل ونقول له انت كفايه ان انت مصري
كلام سخيف وكلام فاضي وكلام فارغ وكلام ما يصحش ان هو يطلع مننا احنا، واحنا عندنا قيمه وتركه نقبل بيها القدسيه. بقى دلوقتي المعروف عن المصريين اما ال 20-30 صفحه اللي بيدرسوا في المناهج الدراسيه كلها بيتكلموا عن تاريخ مختصر جدا لمصر، ما بيذكرش فيه اي اعجاز او اي مظهر حضاري حقيقي، او ان بقى كتير من الناس اللي انت ممكن تعملهم حواليك وفي حياتك كلهم غرضهم ان هو بيدور على الاثار او بيحفر عشان يطلع حاجه يبيعها، يطلع تاريخ بلده بقيمته ويبيعه ويتاجر فيه، وده بقى يعني اذا كان اللي فات سخافه فده جنان لان مفيش حد بيلاقي حاجه، جنان لان من ايام ابن خلدون عاش سنه 1406 ميلاديه، 1406 يعني تقريبا من 610 سنه. 610 سنه في مقدمه ابن خلدون هو كتاب برضه الكتاب الاهم في علم الاجتماع، هو الكتاب اللي ارتكز عليه علم الاجتماع في العالم، وبدات ينظر لان الاجتماع الانساني والاجتماع البشري ده علم بيتحط له قواعد، وان الدول بتنشا وفقا لقواعد والاسس معينه وبتهرم وبيجي لها الفساد وتضعف وتتلاشى وفقا لقواعد. في كتابه ده بيتكلم في فصل كامل على ان الباحثين عن الاثار وعن الباحثين عن الدفائن والكنوز والمجانين دول ماليين مصر، وبيتكلم عن مصر بالذات ان الناس دي طول الوقت موجودين. انت عايش في زمن حواليك ناس انت عارف ان هم يعني بيبذلوا كل جهدهم، يعني بيبذلوا جهد لو بذلوه في اي حاجه عدله ولا حاجه تنفع كانوا بقوا اغنياء فعلا، لكن هم بيبذلوا كل جهد في الحصول على حاجه على ثراء ومش هيوصلوا منه حاجه، وان كمان هدفهم انه ياخدوه ويبيعوه. طب انت متخيل ده يعني مبدئيا كده الاثر اللي انت متخيل انت لو لقيته هتبيعه 10 مليون دولار و15 مليون دولار والكلام ده، طب الدولار ده هيشتري منك ايه؟ يعني هيشتري منك تمثال، هم كلهم دلوقتي تمثال واثر وقيمه وكل تمام. 15 مليون دولار ليه؟ الا لو كان ده ليه قيمه علميه فعلا حقيقيه عنده هيقدر يصل بيها لعلم حقيقي ويقدر يترجمها لفلوس. دلوقتي اللي بيحكم العالم كله الكوبريت، اللي بيحكم العالم كله البيزنس، الفلوس. فاللي بيدفع 15 مليون دولار ده مش بيدفعهم عشان هو مجرد فن او مجرد اثر او الحصول على او ان هو كده يعني تملك شيء نادر ما هو عنده عين ويدفع 15. لا، اما ان ده وسيله للوصول لعلم معين من خلال البرديات او الاثار ديت، او ان انت مجنون بتنصب عليك مصدق وهم. يعني واحد من اصحابي الناس المحترمه وبيشتغل في نفس الكارير متعلق بالاثار والسياحه، استاذ محمد حسن العزة، بيكلمني عن الدكتور عبد الحليم نور الدين. قال في محاضره هو سمعها ان 2 مليون برديه او 2 مليون وثيقه متعلقه بقى بالتاريخ المصري القديم والتاريخ الاسلامي والتاريخ البطلمي وكده موجوده في المعاهد بره وموجوده في المتاحف بره، وان يعني اللي عرض منها للعلماء والباحثين اللي هم من باقي العالم 10% تقريبا، وان كل 3-4 سنين يفرقوا عن وثيقتين او 3 وثائق، واللي موجود عندهم متكدس هي برديات يعني الافات مؤلفه من البرديات والوثائق. طب الناس دي بتعمل ايه كده؟ الا لو كان في علوم حقيقيه موجوده عند قدماء المصريين، قدروا بيها يبنوا الاهرامات ويعملوا مسلات ويعملوا الاعجاز اللي احنا ممكن نشوفه حوالينا في كل مكان، وان العلوم ديت هم خدوها لهم وصلوا علوم برضه بتطبق دلوقتي، انهم يسبقوا حضارتهم، انهم يعني يكتشفوا الناس ديت وصلت للعلم ده ازاي. يبقى الناس دي اما اللي بتدفع الملايين في الاثار ديت مش بتدفعها لمجرد ان هو شيء نادر او لمجرد ان هو يميز نفسه ان عنده اثر مصري او الكلام ده، هو بيدفعها بقيمه حقيقيه هترجع عليه يعني بنفع مادي يتناسب مع اللي دفعه. وان كان ان عاده ما حدش بيلاقي حاجه. هنرجع لكلام ابن خلدون ونشوف هو بيصف الباحثين عن الاثار وانتهى الى خلاصه مؤداه ان الامر في جملته لا يعدو ان يكون تشبثا بالوهم وجريا وراء السراب خادع، بل لقد ذهب به الاستخفاف واصحاب الحفائل في ثنايا الفصل الذي عقده بعنوان فصل في ان ابتغاء الاموال من الدفائن والكنوز ليس المعاش طبيعي. هو عمل فصل كامل في المقدمه، عمل عنوان الفصل ان ابتغاء الاموال من الدفائن والكنوز ليس المعاش طبيعي، وانتهى الى حد اتهامهم بالحمق
السخافه واعتبار اقوالهم بهذا الشان حديث خرافي. وبرضه من جمله ما قالوا الخالدون عن هؤلاء ما نصوا: اعلم ان كثيرا من ضعفاء العقول في الامصار يحرصون على استخراج الاموال من تحت الارض ويبتغون الكسب من ذلك، ويعتقدون ان اموال الامم السالفه المختزنه كلها تحت الارض مختوم عليها بطلاسم سحريه لا يفوت اختمها ذلك الا من عثر على علمه، اللي هو علم السحر اللي يقدر يفك الطلسم دي، واستحضر ما يحله من البخور والدعاء على القربان. فاهل الامصار الافريقيه وخاصه مصر يرون ان هذه الطرق هي طرق للحصول على الكسب. يعني من 610 سنه واحد زي ابن خلدون بعلمه اللي اسس بيه علم الاجتماع شايف بيتكلم عن ناس ضعاف العقول بيحاولوا يتكسبوا من الحفائر ومن المحافل. ده بقى احنا المجتمع اللي احنا عايشين فيه. اما الناس مش في دماغها خالص الموضوع، او ناس كل علاقتهم بالفراعنه او بقدماء المصريين ان هو عايز يحفر في مكان عشان يطلع حاجه ويتكسب منها ويبيعها. واوروبا وامريكا حريصه كل الحرص على استكشاف كان كل ما يخص الحضاره الفرعونيه للوصول من خلال علومهم لعلوم جديده تاكد بيهم حضارتهم وتاكد بيهم اللي موجود. اخيرا بقى ريفيو تاني على كل اللي قلناه قبل كده، ان نظريه الكربون المشع تثبت ان الحضاره المصريه هي الحضاره الاعرق، هي الحضاره الاقدم في العالم، هي اول دوله مركزيه نتيجه لان الحفريات اللي اثبت فيها ان الهرم الاكبر ومراكب الشمس وقبور بعض الاسرات في الاسره ال 12 في عهد الدوله الوسطى بترجع يعني اكتشف بيها الجاب اللي هي 2000 سنه زياده عن ما قدره العلماء من عمر الدوله المصريه. وده بيهدم نظريه ان السومريه هي اقدم كتابه، او ان جلجامش هو الوثيقه الاقدم اللي كتبها الانسان على. الحمد لله رب العالمين احنا خلصنا الجزء ده، واللي كان الغرض منه ان احنا نوصل فكره ازاي بتدرس الحضاره المصريه القديمه، ايه المصادر الاساسيه والرئيسيه اللي بيعتمد عليها العلماء للوصول لنتائج او لحكي التاريخ المصري. ومن المعروف ان هو يعني من الصعب انك تلاقي يعني اتفاق بين العلماء على نظريه معينه لوصف التاريخ المصري الا في الثوابت. وعشان كده احنا الفرض اللي احنا بنقدمه بنعتبره فرض علمي لان هو مبني على قواعد وعلى اسس، وبيبدع فيه العلماء افاضل منهم ناس زي الاستاذ العقاد وزي الدكتور مصطفى محمود وزي الدكتور نديم السيار وزي الدكتور سيد كريم وغيرهم كتير من الناس، وعبد الحميد الصحار واساتذه كتير يعني وصلوا بابحاثهم وتحقيقهم لان الحضاره المصريه كانت هي الحضاره الاقدم، الحضاره الاعرق، هي حضاره كانت مسلمه موحده منذ البدء، ده اللي اتبنى عليه اصل الحضاره المصريه القديمه. وان شاء الله باذن الله عز وجل المره الجايه نتكلم بقى عن العلاقه بين المصريين والعرب. هل المصريين هم من العرب ولا العرب هم اللي مصريين في الاساس؟ والفراعنه هل كانوا يعرفوا مكه قبل سيدنا ابراهيم ابن البيت الحرام وكانت موجوده عندهم في الجيوش ولا لا؟ وايه كانت علاقتهم بمكه؟ كانت ايه علاقه الفراعنه بالحج؟ او ايه علاقه المسلمين بالحج؟ ايه العلاقه بينهم وبالحج وبشعائر الحج؟ وعن الاصول المصريه للنبي صلى الله عليه وسلم. واخيرا الف شكر، ونتمنى ان شاء الله باذن الله عز وجل ان احنا ما نبقاش خدناكم في امور يعني فيها تعقيد او كده، بس الحلقه دي كانت مهمه جدا عشان نتكلم عن الاساس العلمي اللي احنا بنقوله. واخيرا هو ده للعلم، والله اعلم.